السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة طاقة الأبراج. أهلا وسهلا بكم، منورني مشرفني. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة لبرج القوس العشرية التانية من سلسلة العشريات. العشرية التانية مواليد من تاريخ 2 ديسمبر إلى 11 ديسمبر. قراءتنا النهاردة هتكون بتاريخ 14/6/2025. أتمنى القراءة تفيد حضراتكم وتمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة ومفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب إلا الله، وهذا توقعات وليس إلا. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أصحاب برج الجدي العشرية التانية، نسمي بسم الله ونبتدي نشوف وطقطق يا برج الجدي أصحاب العشرية التانية. أتمنى لكم التوفيق يا رب على طول الدوام. هنتكلم على طقطق العامة، وهنتكلم كمان عن العمل والمال، وهنتكلم كمان عن العاطفة والعلاقات الثلاثية والحالة الصحية. وهناخد كمان نصيحة من الكون ليك يا برج القوس. أتمنى لك التوفيق يا رب أصحاب برج القوس، ونسمي بسم الله ونبتدي نشوف طقطق اليوم بتقول إيه في العشرية بتاعتك. العشرية التانية هيكون فيها تغيرات غير متوقعة، كأن القدر بيفتح لك أبواب جديدة ما كنتش عامل أنت حسابها. المواقف اللي هتمر بيها هتخليك تشوف الناس على حقيقتها يا برج القوس، وهتعيد ترتيب أولوياتك من أول وجديد. وفي كمان حاجات كنت أنت شايفها ضرورية هتكتشف إنها مجرد أوهام، رغم إن أنت شايفها أو كنت شايفها إن هي ضرورية، هتكتشف إن هي كانت أوهام. وهتلاقي إن الطريق اللي أنت ماشي فيه محتاج تعديل بسيط عشان يوصلك لهدفك الحقيقي. كمان هيكون في انتقال من دوامة للصعود تدريجيا. هيكون في صعود تدريجي من الدوامة اللي انت كنت عايش فيها. كنت عايش في دوامة من التشتت يمكن من وقت طويل، لكن أصحاب العشرية التانية هتكون في بوابة للخروج ليك من الضباب. القرارات اللي هتاخدها دلوقتي هتكون جذرية وهتغير مجرى حياتك بالكامل. القرارات اللي انت هتاخدها دلوقتي هتغير مجرى حياتك بالكامل. في دعم من الكون ليك، بس محتاج منك تكون واضح في نيتك، لان اي تردد هيأخر وصول النور ليك او لحياتك. العلاقة العاطفية باب جديد بيخبط عليك. لو انت اعزب في طاقة دخول شخص جديد حياتك، شخص ممكن يدخل فجأة ويغير نظرتك للحب تماما. هيكون في انجذاب سريع، بس محتاج تكون واعي وتاخد وقتك. ولو كنت في علاقة فهتحس ان الشريك عايز يتكلم عن حاجة مؤجلة، كانت مؤجلة من زمان، هو عايز يتكلم عنها دلوقتي. والمواجهة هتبقى مهمة، خلي بالك، بس الطريقة اللي هيحصل بيها المواجهة هي اللي هتفرق بقى.
وفي كمان جرح قديم بيطل على أفكارك، في ذكريات قديمة لسه بتطاردك، سواء من علاقة سابقة أو من ألم لسه ما اتنساش. الجرح ده يا برج القوس محتاج يتشافى عشان تعرف تحب تاني من قلبك. فالجرح ده لازم يلتئم يتشافى عشان ابتدي أحب تاني من قلبي، من قلبك. يمكن هتبدأ تحس بالحنين لشخص من الماضي أو العكس، بس مهم تفتكر انت ليه بعدت، انت ليه بعدت. ما تسمحش للضعف اللحظي يرجعك لنقطة الصفر تاني. في العلاقات الثلاثية في كشف مستور عندي. لو انت واقع في علاقة ثلاثية فانت يقوس من العشرية التالتة هيكون في عندك لحظة مصيرية، في طرف تالت بيحاول يسيطر على الموقف، سواء بالشعور أو بالمكر. عامة الحسم جاي، والخيارات هي اللي هتوضح الأمور. هيكون في خيارات. الشخص اللي بتحبه ممكن يكشف هو نواياه اتجاهك، وتفهم إذا كان معاك كان صادق ولا كان بيلعب على الحبلين، يعني عايزك وعايز التاني. هو اللي هيكشف عن نواياه. خليك واضح مع نفسك وما تسمحش لنفسك تكون الخيار المؤكد. اي نعم انت دلوقتي بقيت في صراع مع القلب والعقل، وفي شد وجذب رهيب بينهم، بين انك تكمل في العلاقة دي وبين انك تحافظ على كرامتك. الاشارات حواليك واضحة، بس الاحساس بيغلب يا برج القوس. الوقت ده هيخليك تحسم بقى، اما تنسحب بقوة او تواجه الواقع وتفرض انت شروطك. مفيش مساحة رمادية خلاص، كل شيء يا إما هيكون أبيض يا أسود، مفيش رمادي، مفيش. على الصعيد العملي عندك فرصة ما تتفوتش يا ابن اللذينة. أصحاب العشرية التالتة ممكن يكون عندكم فرصة عمل قوية جدا، يا إما ترقية أو عرض جديد جاي من جهة غير متوقعة. خليك دايما جاهز، وجهز لي سيرتك الذاتية، السي في بتاعك، حط لي فيه مهاراتك وطموحك، لازم يكونوا في أفضل حال. جهز لي كل ده، الفرصة دي ما تتفوتش. ممكن تغير مستقبلك المهني بالكامل، بس محتاج منك حركة سريعة. كمان انت معرض لطاقة حسد او طاقة سلبية في العمل او في الشغل من ناس محيطة بيك، فعايز احذر من الطاقة دي، لان نجاحك في الشغل ممكن يلفت الانظار وانت ناجح، ومش كل نظرة فيها خير. في طاقات حسد حواليك وخصوصا من ناس قريبة منك. حاول بقى تحافظ على خصوصيتك وما تقولش لحد اسرارك ولا اخبارك ولا بترتب لايه ولا هتعمل ايه، وما تشاركش كل انجاز انت بتعمله مع حد، خليهم يتفاجئوا بيه. وحصن نفسك بقراءة القرآن الكريم.
كمان لو حسيت بعرقلة مفاجأة اعرف ان دي طاقة محتاجة تنظيف، فحصن نفسك يا برج القوس بقراءة القرآن الكريم، وإن شاء الله ربنا يحرسك من الطاقة دي. على الصعيد المالي انت بتعمل تعديل لنمط الإنفاق، في فلوس داخلة وخارجة بسرعة، وده ممكن يضغطك نفسيا. انت محتاج تكون أكتر وعي بمصاريفك، حاول تبعد عن الشراء العاطفي أو المجاملات المالية، وردة، برفان، طيارة، سيارة، صاروخ، كوكب. ابعد لي عن المصاريف العاطفية دي. في مصدر رزق ممكن يظهر فجأة ليك، بس لازم يكون عندك خطة للتصرف فيه. وفي شخص كمان هيساعدك. الغريب ان رزقك ممكن يجي من موقف خيري، يمكن تساعد حد فتلاقي الكون بيكرمك أضعاف، تتصدق، اللي انت بتتصدق بيه ده بيرجع لك أضعاف. النية الطيبة في العطاء هتفتح لك أبواب رزق كنت انت قافلها. صحصح لي بقى وفتح دماغك واعرف ازاي تستثمر شيء زي ده. افتكر ان الفلوس طاقة، والطاقة بتلف، فخليها تلف في دايرة الخير. تصدق. صحتك انت في ارهاق نفسي قبل الجسدي. اكتر تعب بتحس بيه دلوقتي مصدره داخلي. النوم مش كفاية، الجسم تعبان، والمزاج كمان معايا متقلب. كل ده نتيجة الضغط النفسي اللي مكبوت جواك. محتاج تفضي نفسك لحاجات انت بتحبها، حتى لو بسيطة. جسمك بيستغيث منك، ياريت تسمعه قبل ما يصرخ اكتر. لو عندك اعراض صحية متكررة او تعب مش مفهوم ما تطنش، انت محتاج تركيز على الجانب الصحي شوية، من اول الاكل والشرب لحد الراحة النفسية. روح اكشف لو في شك. روح اكشف لو شاكك في حاجة او وجع معين، روح اكشف واعمل فحوصات بسيطة بس تشيك يطمنك. الوقاية دلوقتي هتريحك من وجع كبير بعدين يا برج القوس. رسالتك الكونية ايه بقى النهاردة؟ بيقولك الكون التغيير مش دايما بيكون راحة فورية. الكون بيقولك انك ماشي على طريق التغيير، بس ده مش معناه ان كل حاجة هتكون سهلة او مريحة. الألم اللي بتحسه حاليا دليل على انك بتخرج من قوقعة قديمة او خسارة بتحصل دلوقتي. آه، فاعرف انها كانت عبء عليك، عبء متخفي، واي تأخير حصل هو كان حماية، مش تأخير، حماية ليك. الامور بتتظبط لمصلحتك حتى لو مش شايف ده دلوقتي. في مرحلة تحرر من تقيد قديم، سواء كان تقيد داخلي زي خوف أو تردد، أو تقيد خارجي زي علاقة أو شغل أو مكان. أنت عندك بوابة لخروجك من سجن قديم، أنت نفسك البوابة دي. خليك واثق إن الخطوة الجاية كمان فيها نور وهدوء وراحة، بس لازم تكون أنت شجاع وتسيب اللي مش نافع. دلوقتي الكلمة ليك ومش للظروف. أي نعم أوقات بتحس إنك ما بتحكمش على حاجة،
وإن الظروف بتلعب بيك، مالكش حاجة، ما بتحكمش على حاجة، لكن الكون بيأكد ليك إن أنت ليك الكلمة. ما تفقدش ثقتك بنفسك، بس لازم بقى تبتدي تاخد الخطوة دي. اتكلم وقرر وواجه. في لحظة حاسمة جاية لو سكت فيها هتتكرر الدايرة دي من جديد، ولو اتكلمت هتتحرر منها. الرسالة إن صوتك هو المفتاح. اختار بقى نفسك أولا في كل المواقف اللي بتعدي عليك. اختار نفسك أولا، والنصيحة الأهم هي إنك تختار نفسك. يمكن حاولت ترضي الكل، ويمكن قدمت تنازلات كتير، بس جه وقت بقى إنك تحب نفسك بجد. لو ما كنتش انت سندك يا برج القوس، محدش هيكون سندك. خليك انت الاول في المقدمة، في اول القائمة، واول اولويتك انت، والباقي هيتظبط. في حاجات صغيرة بتحصل حواليك، في اشارات من الكون، من الناس، من المواقف. ما تعديش حاجة كده وخلاص. خليك يقظ وركز، لأن السر مش دايما في الحدث الكبير، بل بيكون في التفاصيل الصغيرة. السر اللي هتلاحظه دلوقتي هيكون مفتاح لحاجة مهمة في حياتك. عايزك بقى احترم وقتك، توقيتاتك. مقارنة لنفسك، مقارنة نفسك بغيرك هو اللي بيخليك تحس بالفشل. أوقات ما تقارنش نفسك بغيرك. كل شخص يا برج القوس ليه توقيته وزمنه الخاص. لو لسه الحاجة اللي انت بتتمناها ما جاتش، فده مش معناه انها مش جاية، لا. يمكن محتاجة منك شوية طاقة، لان توقيتها ما جاش. محتاجة منك شوية طاقة اعلى واستعداد اكتر. خليك صبور، بس ما توقفش السعي. واجه وما تراوغش. في حاجة مضايقاك او موقف مع شخص معين مضايقك، ما تحاولش تهرب منه، واجهه. المواجهة دلوقتي هتكون صحية ومحررة ليك، حتى لو كانت صعبة. خلي بالك التراكم بيولد انفجار، ودي نصيحة ليك انك تكفي الشرارة دي قبل ما تبقى نار. اللي انت فيه دلوقتي يا برج القوس اصحاب العشرية التانية، سواء فرح او حزن، قلق او طمأنينة، كله مؤقت. مفيش حالة بتدوم، دوام الحال من المحال، لا للكويس ولا للوحش. خليك دايما فاكر انك ماشي في خط بيمشي، واللي هيوصلك هو مرونتك. مرونتك. اتعلم انك تتأقلم، تمشي مع الموج. اركب الموجة، لكن تفضل ماسك في ذاتك. ايوه، بس تمسك فيها بصدق. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج القوس العشرية التانية. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. في شيء عايز أتكلم فيه. يعني إيه عشرية؟ يعني إيه أنا عشرية تانية؟ في ناس بتفكر إن البرج عشان فيه 3 عشريات يبقى الطاقة واحدة. لا لا لا، كل عشرية ولها نمطها، لها ذوقها، لها إحساسها، لها نظامها، لها كاريزمتها. أنت اتولدت ليه؟ والكون كان بيعمل إيه؟ واللحظة اللي أنت اتولدت فيها والتاريخ ده اشمعنى بقت عشرية تانية؟ العشرية العشرية التانية دي مش بس نار، دي نار بعقل، اللي هي من تاريخ 2 ديسمبر
إلى 11 ديسمبر. دي مش بس نار، دي نار بعقل. انت من مواليد اللحظة اللي فيها الحكمة بتقابل الحماس، والتجربة بتقابل التأمل. مواليد العشرية التانية من القوس دول الفلاسفة اللي بينطوا فوق خيول الحرية وبيجروا بيها وبيكتبوا أجوبتهم على صفحات الطريق. انت اتولدت عشان تفكر بصوت عالي وتعلم من غير ما تفرض، وتحب الحياة بس من غير قيود. انت عارف ان المغامرة الحقيقية مش بس في السفر، لكن في انك تلاقي المعنى جوه كل تجربة. انت مش بس حر، انت نار بتعلم الناس ان الحرية مسؤولية مش فوضى. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج القوس. اتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني حبايبي في فيديو آخر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.